ايه اللي يجمع بين بوابة عظيمة وقناع مرعب وسيف غامض وقصر أسطوري؟ اللي هتتفاجئ بيه إن كل ده حقيقي وموجود فعلا في ألمانيا. وفي الفيديو ده هنكتشف مع بعض أسرار أعظم الآثار الألمانية اللي قصصها تاخدك في رحلة مشوقة عبر الزمن. أول أثر معانا بوابة براندنبورغر تور، أهم مكان أثري في ألمانيا وأكبر مزار سياحي في برلين، بيتجمع عنده السياح بالذات ليلة رأس السنة في ألمانيا. اللي بنى البوابة هو الملك فريدريش فيلهلم الثاني. بنى بوابة براندنبورغ سنة 1788 في برلين. بناها بعد نهاية الحروب اللي خاضتها ألمانيا في القرن التمنتاشر عشان تبقى رمز للسلام. فحط تمثال برونزي ضخم لشخصية اسمها إيريني، رمز السلام عندهم زمان، وهي راكبة عربية بتجرها 4 خيول. وكان هدفه إن البوابة دي تبقى بوابة دخول برلين عاصمة بروسيا اللي هي ألمانيا القديمة. فبناها على الطراز الإغريقي زي مدينة روما وأثينا اليونانية عشان تظهر قوة وهيبة الدولة الألمانية في أوروبا لأي حد يشوفها وهو داخل مدينة برلين. وفضلت كده لحد في الحرب العالمية التانية لما برلين اتقصفت. البوابة اتضررت من القصف لكن ما وقعتش، الواجهة بس اتشققت، والتمثال البرونزي اسمه كفادريجا اتكسر أجزاء منه بس رمموه بعدها. وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب ألمانيا اتقسمت، ألمانيا الشرقية بيحكمها الاتحاد السوفيتي، وألمانيا الغربية بيحكمها الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فبنوا سور برلين عشان يفصل بينهم ويعزلهم. فبوابة براندنبورغ كانت جنب سور برلين في المنطقة المعزولة. وفضلت لسنين طويلة الناس في ألمانيا كانوا بيشوفوها من بعيد بس، لكن ما يقدروش يقربوا منها لحد توحيد ألمانيا في 9 نوفمبر 1989. اتهد سور برلين وآلاف الناس اتجمعوا عند بوابة براندنبورغ يحتفلوا بالحرية. والصور اللي اتصورت هناك بقت من أقوى رموز القرن العشرين. شعب واحد رجع يتوحد بعد 28 سنة من الانقسام. بقت البوابة دي رمز للسلام لما اتبنت زمان، ورمز للوحدة الألمانية. وأي احتفال كبير في برلين من رأس السنة لبطولات كأس العالم لازم يمر من قدامها. عشان كده بيقولوا بالألماني Das Brandenburger Tor war einst ein Symbol der Teilung, doch heute steht es für Freiheit und Einheit Deutschlands. يعني بوابة براندنبورغ كانت يوما ما رمز للانقسام، لكنها النهاردة بتقف رمزا للحرية ووحدة ألمانيا. تاني أثر معانا بيست ماسكا، قناع الموت الأسود، موجود في مدينة نورنبرغ. في القرن ال14 انتشر في أوروبا مرض رهيب اسمه الطاعون الأسود، وبسبب المرض ده مات تقريبا تلت سكان القارة، تلت سكان قارة أوروبا. الأطباء وقتها كانوا بيحاولوا يحموا نفسهم من العدوى، فاخترعوا قناع كان شكله غريب جدا. كان شكله زي ما موجود في الصورة، قناع طويل على شكل منقار طائر، والمنقار اتعمل عشان يحطوا فيه أعشاب عطرية زي النعناع والورد والخل، عشان كانوا فاكرين إن الروائح القوية ممكن تمنع العدوى. فلما كان الطبيب يدخل المدينة وهو لابس القناع الأسود مع بلطو طويل وأسود وماسك في ايده عصاية خشب، لأن الأطباء وقتها كان مهمتهم علاج المصابين ودفن الموتى وتسجيل الوفيات، وبيكتبوا ويوثقوا لو المريض كان ليه وصية يبقى هم شهود عليها. فالناس كانوا لما بيشوفوهم بيفتكروا ان ده ملك الموت دخل المدينة ياخد الأرواح. القناع الأصلي موجود ومحفوظ في المتحف التاريخي الألماني في برلين، وشكله يخليك تتخيل قد ايه فترة وباء الطاعون الأسود كانت صعبة ومرعبة. عشان كده بيقولوا بالألماني Die Pestmaske sollte erst vor dem schwarzen Tod schützen. Doch vor die Menschen war sie das furchteinflößende Gesicht des Todes. يعني قناع الطاعون كان المفروض يحمي الأطباء من الموت الأسود، لكنه بالنسبة للناس كان الوجه المخيف للموت.
تالت أثر معانا سيف إنجلهايم Das Schwert von إنجلهايم. في مدينة إنجلهايم الألمانية لقوا واحد من أكتر الأسلحة التاريخية النادرة، سيف عمره أكتر من 1200 سنة. السيف اكتشفوه جنب بقايا جثة محارب جرماني من العصور الوسطى من إمبراطورية اسمها الإمبراطورية الكارولينجية. السيف طوله حوالي متر ومصنوع من الحديد الصلب، والمقبض بتاعه مزخرف بدقة وعليه رموز غامضة، بس حالته كويسة جدا رغم ان عدى عليه قرون طويلة. علماء الآثار بيقولوا ان السيف غالبا كان لزعيم قبيلة او محارب من النخبة، لانه سيف مش عادي. لكن الغموض اللي في الحكاية ان الرموز اللي على السيف في منها اللي مرتبط بالزمن اللي كان فيه واللي عاشه وبيعبر عنه، وفي منها اللي مش مفهوم لحد النهاردة. وده خلى بعض الناس يعتقد ان السيف ده ما كانش مجرد سلاح، والرموز اللي عليه دي تعويذة او طلاسم للحماية بتدي قوة خارقة. عشان كده بيقولوا بالألماني Das Schwert von Ingelheim war nicht nur eine Waffe, sondern auch ein Symbol für Macht und Schutz im Reich der Karolinger. يعني سيف إنجلهايم ما كانش مجرد سلاح، ده كان كمان رمز للقوة والحماية في زمن الإمبراطورية الكارولينجية. رابع أثر معانا هي قلعة نويشفانشتاين شلوس نويشفانشتاين في مدينة بايرن أو بافاريا، قلعة الأحلام اللي ألهمت شركة ديزني وعملت أفلام كرتون بنفس تصميم وشكل القلعة، زي قلعة سندريلا وقلعة الجميلة النائمة في مدينة ديزني. وفي أكتر من 1.5 مليون زائر سنويا بيجوا يشوفوا القلعة وجمالها. في القرن ال19 كان في ملك بافاري اسمه لودفيش الثاني، معروف بلقب الملك الحالم، لأن اهتمامه وحبه للأساطير والتصميم والموسيقى والفن عموما كان أكتر من اهتمامه بالسياسة والحكم. فقرر لودفيش يبني لنفسه قصر أو قلعة تبقى عالم من الخيال يهرب فيها من الواقع والسياسة ومسؤولية الحكم. في جبال بافاريا الخضراء من أجمل الجبال في العالم، بدأ سنة 1869 يبني هناك قلعة نويشفانشتاين. تصميمها مستوحى من الأساطير الألمانية، المكان محاوطه الخضرة والشجر من كل اتجاه، وأبراج القلعة البيضاء بتطل على الجبال والبحيرات كأنها طالعة من حكاية خيالية. كانت بالنسبة له ملجأ الأحلام. بس مصاريف بنى القصور والقلاع غرقت الملك في الديون، وحكومته بدأت تعتبره مجنون. وفي سنة 1886 تم عزله من الحكم رسميا، وبعد أيام قليلة لقوه ميت غريق في بحيرة قريبة مع طبيبه الخاص. ولغاية النهاردة موته لغز، هل موت نفسه ولا ده اغتيال سياسي؟ فبقوا يقولوا بالألماني شلوس Neuschwanstein, ein Märchentraum aus Stein, gebaut von König, der in seinen Fantasien lebte. يعني قلعة نويشفانشتاين حلم أسطوري من الحجر بناه الملك اللي عاش في خيالاته. خامس أثر معانا والأخير بوابة عشتار Das Ishtar Tor. البوابة اتبنت حوالي سنة 575 قبل الميلاد بأمر من ملك بابل نبوخذ نصر الثاني. كانت جزء من الأسوار الداخلية لمدينة بابل اللي هي واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة. كان الهدف من بنى البوابة إنها تبقى مدخل مهيب لمدينة بابل، وتدي رسالة للي داخل إن بابل أعظم مدينة في العالم. في أوائل القرن العشرين في بعثة تنقيب ألمانية بقيادة عالم آثار اسمه روبرت كولدفاي اكتشفت الأطلال المتبقية من بابل في العراق، ففكوا آلاف القطع من الطوب المزخرف ونقلوها لألمانيا وحطوها في برلين، وعادوا تركيب البوابة تاني بشكل جزئي جوه متحف بيرجامون
بيرجامون موزيوم. ولحد النهاردة في جدل، في اللي بيقول الألمان أنقذوا الأثر ده من الضياع، وفي اللي بيعتبر اللي حصل ده سرقة واستيلاء على التراث العراقي، وإن البوابة لازم ترجع لوطنها الأصلي العراق. فبقى السؤال الألماني المشهور Das Staator gerettet oder geraubt، يعني بوابة عشتار إنقاذ ولا سرقة؟ انت رأيك ايه؟ اكتب رأيك في التعليقات عن اللي عملته البعثة الألمانية في بوابة عشتار، إنقاذ ولا سرقة؟ ولو حابب نتكلم أكتر عن الآثار في الفيديو اللي جاي قولي في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو ده عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.